السلام عليكم متابعينا الكرام. إليكم نتائج وترتيب البطولة المغربية الاحترافية لكرة القدم. القسم الأول موسم 2022-2023 برسم الجولة 19. ولكن قبل ذلك لا تنسوا دعمنا بإعجاب للفيديو واشتراك في القناة وفعل الجرس ليصل الفيديو إلى الجميع. المغرب الفاسي يتعادل مع الفتح الرباطي سلبيا، تعادل مخيب لآمال جماهير المصاوية، وأصبح يقبع في المركز الثامن ب25 نقطة. أما الفتح الرياضي ثالث الترتيب ب37 نقطة. الدفاع الحسني الجديدي ينهزم أمام الجيش الملكي ب0-0، هزيمة تزيد من متاعبه في أسفل الترتيب حيث يحتل المركز 12 ب21 نقطة. أما الجيش الملكي بهذا الفوز يبقى متصدرا ب43 نقطة بفارق 5 نقاط عن الوداد الرياضي الذي له مباراة ناقصة. واتحاد طنجة يفوز على أولمبيك آسفي ب2-1. رغم الفوز اتحاد طنجة ما زال غارقا في المركز الأخير ب8 نقاط. أما آسفي خامسا في سبورة الترتيب رغم الخسارة ب29 نقطة. والرجاء الرياضي يفوز على شباب المحمدية بهدف نظيف. بهذا الفوز الرجاء يحتل المركز الرابع ب33 نقطة. أما شباب المحمدية في المركز العاشر ب23 نقطة. بلدية وجدة يفوز على ضيفه حسنية أكادير بهدفين دون رد. وبهذا الفوز يتساوى الفريقين بنفس النقاط ب17 نقطة في المركز 13 و14. وأولمبيك خريبكا يفوز على ضيفه شباب السوالم الرياضية ب0-0. أولمبيك خريبكا يبقى في المركز ما قبل الأخير ب14 نقطة. أما شباب السوالم الرياضي يبقى في المركز التاسع ب25 نقطة. وفي الأخير اتحاد توالغا يتعادل مع ضيفه المغرب التطواني بهدف لمثله. اتحاد توالغا يبقى سابعا في سبورة الترتيب 26 نقطة. أما المغرب التطواني يقطع في المركز 11 ب21 نقطة. أما مباراة نهضة بركان وضيفه الوداد الرياضي ستجرى يوم غد الثلاثاء على الساعة 6:15 مساء. وفي الأخير شكرا على المشاهدة، ولا تنسى دعمنا بإعجاب للفيديو ليصل إلى الجميع.